way to further study, another way for me to express my inner turmoil for the benefit of my mental health. That part, you gotta kind of wonder how everyone watches these. And about there, يكون جبت لك النهارده فيديو جديد، وبعد طول انتظار وبعد غيبة طويلة جبت لك النهارده أقوى طريقة عمل ملف الفورمات. انت هتقول لي ازاي ملف الفورمات دوت هيتعمل او انت هتستفاد بيه في ايه؟ فانا ملف الفورمات دوت هيفيدك في كتير، ويا ريت الطريقة دي تستعملها للخير والدفاع عن النفس فقط. يعني ملف الفورمات دوت انت لو عملت لو بعت للضحية في ثانية لثانية التليفون هيتعمله ده انفورميتون وهيتفرمط على طول. تمام، هيتعمل له زي نظام ضبط مصنع للفون وهيتفرمط كامل. تمام، فانت الطريقه دي يا ريت تستعملها في الخير، وبرضو هبقى انزلها يعني طريقه توعيه امنيه وكده. هنخش كده على اي نسخه اسمها سكتش وير، تطبيق اسمه سكتش وير. اي نسخه عندك هتبدا ان انت تصنع التطبيق من عليه. ملحوظه البتاع دوت التطبيق بيصنع البرنامج بلغة اسمها لغة الجافا. تمام، ولغة الجافا بنستخدمها في أكتر من تطبيق في حياتنا اليومية. تمام، فهي يعني حبيت أقول لك برضو معلومة عشان تعرف أنت بتصنع تطبيق بلغة إيه. تمام، هنخش كده على التطبيق. هتبدأ أن أنت تدوس على العلامة اللي من تحت دي خالص. تمام، تبدأ أن أنت تعمل تطبيق جديد. هتدوس هنا كده على علامة الأندرويد، تبدأ أن أنت تختار صورة، تختار أول واحدة من فوق كده. تبدأ ان انت تختار صورة للتطبيق نفسه. تمام، اختار صورة من الفون نفسه. نبدأ كده نختار الصورة، وريت الصورة تمام تكون يعني تشد الضحية للتطبيق ان هو يثبته. تمام، وتعمله باسم حاجة يكون الضحية بيحبها. تمام، ويكون الصورة يعني بنفس الحاجة اللي انت تعمل بيها الاسم. تمام، هختار كده الصورة مع بعض. كده هيبدأ ان هو يطلع كده تلقائي من الفون للتطبيق تاني. وتبدأ ان انت كده ايه تحط مثلا الاسم، حط الاسم مثلا اللي انت عايزه، شحن نصيب بقى اي حاجة. هتدوس على الترس كده هتلاقي فيه اعدادات. تمام، هتلاقي فيه اعدادات هنا. عايز مثلا تغيرها كده مفيش مشاكل، عايز تغير الالوان دي برضو مفيش مشاكل، بس يفضل برضه انت متلعبش في الاعدادات بحيث ان انت ايه متبوظهاش. تمام، تبدأ ان احنا نعمل دوس هنا كده عشان نصنع التطبيق. هيبدأ يفتح معاك بالواجهة دي. تمام، هنسحب دي. تمام، نحطها هنا كده وهندوس هنا وهنختار اللي فوق. بعد كده هندوس هنا. تمام، عايز بقى تضيف مثلا كلمة من فوق. تمام، او تضيف اسمك او اسم قناتك مثلا او كده. هتحط دي تكست فيو. تمام، هنحطها هنا، ندوس عليها كده. بعد كده نختار الجاذبية نحطها في النص. تمام، نختار دي ندوس هنا كده. تمام، كده جت في النص. نبدأ ان احنا نغير الكلام المكتوب. حط مثلا الاسم اللي انت عايزه. تبدأ ان انت تحط الاسم اللي انت عايزه. تمام، تبدأ كده ترجع هنا في الاعدادات، هتغير الالوان مثلا اللي انت عايزها او حجم الكلام نفسه عايزه يبقى ازاي ولونه. تمام، ممكن نخليه هنا ايه، ممكن نخليه ابيض. تمام، وهنبدأ ان احنا ندوس على بتاع الواجهة كده. نبدأ ان احنا نغير اللون بتاعها. تمام، لون الخلفية نخليه مثلا ايه اسود. تمام، عشان الكلام ايه يبان. تبدأ هنا تغير حجم الحرف الكلام. تمام، نبدأ هنا نغير حجم الكلام. تمام، عشان نخليه كده كبير. تمام، خليه 20 مثلا. هيبدأ انه يظبط معاك. تمام، عشان نحط بقى صورة هنسحب دي كده، نسحبها نحطها كده. نعمل برضه الجاذبية بتاعتها ايه، نخليها في النص زي ما عملنا مع ايه مع الكلمة اللي فوق دي. تمام، هنبدأ نختار كده الجاذبية في النص. تمام،
هنا لو انت ضايف صورة في البرنامج هتبدأ الصورة تظهر معاك هنا. تمام. بس انت طبعا لسه مش ضايف صورة. تمام. هنبدأ ان احنا نضيف الصورة. تمام. هتضغط على الثلاث نقط اللي فوق دول، تختار دي، هتدوس على العلامة اللي من تحت ديت. تبدأ ان انت تختار صورة برضو من الجهاز عشان تحطها مكان صورة الاندرويد. تمام. اختار كده الصورة مع بعض من الجهاز، بعد كده نرجع للتطبيق تاني. ويفضل برضو الصورة تكون بنفس الموضوع اللي انت هتقول عليه الضحية، يعني مثلا شحن الكروت تحط مثلا صورة كارت، صورة مثلا هدية كده. تبدأ ان انت تضغط على علامة الصح اللي فوق دي كده، هيبدأ يوجهك على التطبيق. هنمسح اسم الصورة او الكلام المكتوب. تمام. وهنبدأ ان احنا نكتب اي حرف او اتنين. تمام. مش لازم اللي انا بكتبه، احط اي حاجة. تمام. وتفعل المربع ده، بعد كده تدوس سيف. هيبدأ ان هي تتحفظ معاك، وهنشيل علامة الاندرويد وهنحط الصورة دي مكانها في الواجهة. تمام. تبدأ كده تحفظ معاك، ترجع كده لورا. تبدأ ان انت ترجع كده لورا الواجهة بتاع التطبيق نفسه من بره. تدوس على علامة الاندرويد تاني، تدوس على الصورة، هتلاقي ان الصورة اتضافت معاك هنا. تمام. هتدوس عليها وتدوس هنا كده، تضاف معاك الصورة. طبعا انت عايزها في مكانها مفيش مشاكل، عايز برضه تنزلها تحت شوية مفيش مشاكل برضه. هنضغط هنا كده. تمام. تبدأ ان انت تحدد تنزل قد ايه، حطها مثلا 130. هندوس سيف، هتنزل لتحت شوية. تمام. تبدأ بقى ان انت مثلا تضيف مثلا دي هنا، تنزلها برضه تحت شوية. تمام. هتنزل معاك كده لتحت. تمام. تبقى تحت الصورة. تمام. تحط برضو كمان واحدة فوق كده، يعني ظبط الكلام. تبدأ ان انت تضيف الاوامر بقى اللي هتشتغل. تمام. اول ما التطبيق يفتح يدي الاذونات وكده، تيجي هنا كده على العلامة اللي تحت دي، هتضغط هنا. تمام. وهتجيب الامر ده اللي في النص ده. تمام. هنحطه هنا كده. هتجيب فيه امر كمان تاني تحت. تمام. الامر ده. تمام. هنحطه هنا كده. بص وشوف الاوامر بالظبط علشان ما تتلخبطش ما بين اوامر وتحط اوامر غلط. تمام. هنرجع كده خطوة لورا، نطلع في التطبيق اللي بره، وفي بقى يعني خطوة هنا. تمام. لازم تنفذها عشان الضحية ما يشكش فيك نهائي. تعمل ايه بقى؟ تيجي هنا كده، تضغط هنا كده، وهتروح ضغط على اللي فوق دي كده. تبدأ ان هي تفتح معاك واجهة جديدة، صفحة جديدة. تبدأ بقى ان انت تحط فيها صور او كلام او اي حاجة، بحيث ان انت تخلي مساحة التطبيق تبقى كبيرة. تمام. والضحية ما يشكش فيك نهائي، ويعرف ان ده ملف فورمات، عشان معروف 100% ان ملف الفورمات يبقى مساحته قليلة. تمام. هتروح انت عامل الخطوة ديت، وتبدأ ان انت تكتر في ايه في الصفحات وتحط صور فيها مثلا او كلام او كده. تمام. ولو عايز مثلا تضيف اي حاجة تاني مفيش مشاكل برضه. وهتدوس برضه هنا كده عشان نبدأ ان احنا نجمع التطبيق مع بعض ونحمله. هيبدأ التطبيق يقولك كده تفتح باستخدام ايه، شوف انت الحاجة اللي بتثبت من عليها وتبدأ ان انت تثبت. تمام. هيبدأ كده التطبيق يقولك تثبيت. نعم تثبيت. هنجرب برضو الملف قدامكم اعرفك بيشتغل ازاي. تمام. وهنشوف برضو يعني الملف بيشتغل ازاي، وهوريك مساحته تبقى قد ايه عشان الضحية ما يشكش فيك. تمام. نرجع كده خطوة لورا، نستنى البرنامج ينزل. اهو ثبت معانا. تمام. خش كده على الملف.
هيبدأ يطلب منه سماح أذونات للتطبيق نفسه. هيبدأ يطلب منه سماح يعني يوصل الملفات اللي على الجهاز كلها. تمام. هو أول ما يديله سماح كده للفون بتاعه هيبدأ إن هو يعمل ضبط مصنع تلقائي، وهيبدأ إن هو يمسح كل اللي على الجهاز. طبعا أنا هديله عدم السماح عشان ما يفرمطش الجهاز. تمام. ودي الكلمة اللي عندك اللي احنا كتبناها دي من فوق، ودي الحاجات اللي احنا ضفناها هي شغالة. تمام. ودي الصورة اللي احنا ضفناها والواجهة. تمام. وكل حاجة معاك شغالة. بس ودي كانت طريقة النهاردة. تمام. يعني ياريت تستخدموها في حاجة تفيدكم. تمام. وتعالى كمان اوريك المساحة بتاع التطبيق نفسه عشان اعرفك ملف الفورمات تعرفه ازاي المساحة بتاعته. تمام. نمسح بس كده ايه الذاكرة المؤقتة. شايف انت مساحة يعتبر 2 ميجا. في تطبيق مثلا بتاع شحن مثلا او استخدام يوم او اي حاجة كده بتستخدمها في تطبيق مساحته 2 ميجا؟ مستحيل. ده 1,000,000% ملف فورمات. وفي كمان اللي بيبقى اقل من كده، عشان بس ضايف الصورة وضايف الحاجات اللي انا ضفتها قدامكم دي. تمام. ودي كانت طريقة النهاردة في تعلم عمل ملف فورمات. لو عايزين تعملوا تطبيقات من الصفر او اي حاجة من برنامج سكتشور بلغة الجافا، انا ما عنديش مانع، ممكن نعمل عليها الفيديوهات الجاية. تمام. وياريت الطريقة تستخدموها في الخير، والقاكم في فيديو قادم ان شاء الله.